أكثر من شهر على نقل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى ألمانيا للعلاج بعد إصابته بفيروس كورونا. وقالت الرئاسة الجزائرية إن تبون غادر المستشفى وأنه سيعود إلى الجزائر بعد فترة نقاهة، لكن غيابه أعاد سيناريو الرئيس المعزول السابق عبد العزيز بوتفليقة إلى الأذهان مع تزايد التساؤلات عن من يحكم البلاد. يصادف يوم أمس السبت مرور عام على تولي الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مقاليد الحكم في البلاد، في وقت داهمه فيه مرض فيروس كورونا المستجد، ليضطر إلى السفر خارج البلاد للعلاج في إحدى المستشفيات الألمانية في 28 من أكتوبر الماضي. ويتساءل كثير من المتتبعين للشأن الجزائري عن ما إذا كان تبون البالغ من العمر 75 عاما قادرا على أداء مهامه وواجباته الرئاسية، نظرا لأن مرض كوفيد-19 قد تكون له آثار وعواقب صحية على المدى الطويل. حالة تبون تذكر الجزائريين بحالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة الذي أصيب بسكتة دماغية في العام 2013، مما اضطره إلى السفر للعلاج في الخارج لمدة 3 أشهر قبل أن يعود إلى البلاد، وقد أنهكه المرض ليضطر إلى تقديم استقالته في العام المنصرم على وقع احتجاجات شعبية بعد أن أعلن ترشحه لولاية خامسة. مصادر إعلامية ذكرت أن فترة تبون الرئاسية سوف تقسم إلى مرحلتين: ما قبل الإصابة بفيروس كورونا وما بعدها، إذ سيكون على الرئيس الجزائري أن يثبت أنه قادر على القيام بمتطلبات الحكم، خاصة وأن البلاد تمر بأوضاع اقتصادية صعبة بعد تفشي جائحة فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط الذي يشكل المورد الرئيسي لخزينة البلاد. وأشارت ذات المصادر إلى أن تبون في حال وجد نفسه غير قادر على إدارة دفة الأمور فإن بإمكانه السير على خطى الرئيس السادس للجزائر الأمين زروال، والذي انتخب في 16 نوفمبر 1995، ولكنه لم يكمل ولايته وقرر إجراء انتخابات جديدة في 11 سبتمبر 1998 لينهي عهدته بتاريخ 27 أبريل 1999. يذكر أن غياب تبون أثار جدلا بشأن إمكانية تطبيق المادة 102 من الدستور، والتي تم تطبيقها على الرئيس المعزول السابق عبد العزيز بوتفليقة بعد خروج الجزائريين في حراك تاريخي في 22 فبراير من السنة الماضية. وتقول المادة 102 من الدستور الجزائري إنه إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع. قالت لويزا حنون رئيسة حزب العمال في مقابلة مع صحيفة الخبر اليومية الناطقة بالعربية حسب ما نقله عنها موقع انترلاينز إن غياب الرئيس عبد المجيد تبون، والذي دخل المستشفى منذ 28 من أكتوبر في ألمانيا، يزيد من الشك في إشارة إلى الفوضى القائمة على مستوى الحكومة. قالت لويزا حنون: من المؤكد أن مرض الرئيس وغيابه عامل يزيد من عدم اليقين، خاصة وأن طريقة تواصل الحكومة غريبة للغاية، وهذا ما يسبب الذعر بين المواطنين يجعلهم يطرحون العديد من الأسئلة، لأن الرئيس لم يظهر منذ نقله إلى ألمانيا لتلقي العلاج. هكذا انتقدت رئيسة حزب العمال على الفور الحكومة بشأن الحالة الصحية لرئيس الدولة الذي لا تسمع عنه أخبار مطمئنة ولا
ترى له صورة متحركة بعد دخوله المستشفى في ألمانيا في 28 من أكتوبر. وأضافت لويزا حنون: من المفترض أن صحة الرئيس كما هو الحال في البلدان التي تعمل على أساس الحد الأدنى من الشفافية هي مسألة يحق للمواطنين معرفتها، لكن ثقافة النظام الموروثة من عهد الحزب الواحد تديم السرية حول هذه القضية. وتابعت أن المشكلة هذه المرة هي أن مرض الرئيس جاء على خلفية أزمة سياسية واجتماعية غير مسبوقة، أضيفت إليها الأزمة الصحية التي خلقت الظروف. وعن الإدارة في غياب الرئيس أشارت لويزا حنون إلى فوضى في الحكم، ومن اللافت للنظر أن الوزراء وسط كل هذا يتصرفون في قطاعاتهم كما يشاءون، كما لو كنا في وضع غير حكومي نسمع قرارات خطيرة للغاية تتوقف على مصير البلاد. المسؤولون الذين يتحدثون عن السلطة لا أحد منهم يتواصل معه، ولا أحد يستطيع أن يدعي أنه يتلقى تعليمات منه، والغريب أن القرارات تتخذ وكأنها حالة طبيعية. ولدى سؤالها عن هذه القرارات قالت زعيمة الحزب إنها مرتبطة بشكل خاص بالتوجه الاقتصادي، وضربت كمثال عودة التدين الخارجي والخصخصة. كما أعلن وزير المالية عن فتح رأس مال مصرفين عامين كحل مزعوم لجلب موارد جديدة لمواجهة الأزمة. تشير لويزا حنون أيضا إلى مشروع قانون المالية لعام 2021 الذي اعتمده المجلس الشعبي الوطني ومجلس الشيوخ الشهر الماضي. في قانون المالية 2021 لا يوجد غلاف ميزانية لإنقاذ المؤسسات وخلق فرص العمل وتحسين القوة الشرائية للتغلب على آثار الوباء الذي تسبب حسب رأيها في فقدان أكثر من 3 ملايين وظيفة. فقدان 3 ملايين وظيفة. بالفعل نفت لويزا حنون في مقابلتها المعلومات التي قدمتها الحكومة والتي تفيد بأن 500 ألف وظيفة فقدت منذ بداية الوباء. هذا غير صحيح. نفت لأن هناك دراسات مستقلة حتى يوليو الماضي تؤكد فقدان حوالي 2 مليون وظيفة، ومن بين 7 ملايين عامل دائم في الجزائر توقف 3 ملايين منهم عن العمل، 60% منهم في القطاع الخاص و35% منهم في القطاع العام. وفي السياق ذاته استنكرت لويزا حنون القرار الاستبدادي لوزير النقل زهرهاني بالإبقاء على تعليق النقل بين الولايات، معتبرة أن 360 ألف أسرة الآن بلا دخل بسبب هذا القرار. تتابع لويزا حنون: استفاد عدد قليل من العمال من خطاب 30 ألف دينار جزائري. نعتقد أن هذه السخرية من معاناة المواطنين وصلت إلى ذروتها، ونتوقع الموجة الثانية من ثورة 22 فبراير 2019 سيكون لها محتوى اجتماعي مميز دون التخلي عن المطالب السياسية لأنها مترابطة.